عمرك جربت تحب حد لدرجة إنك تتمنى له السعادة حتى لو السعادة دي معناها إنه يسيبك ويمشي؟ بس الوجع من النوع اللي بيخليك تعيد حساباتك في حياتك كلها. قصة ويل، الشاب اللي كان بيملك الدنيا وفقدها في لحظة واحدة، ولوز البنت البسيطة اللي دخلت حياته عشان تنقذه من نفسه. ويلا بينا نشوف ليه الفيلم ماي بورفور يو وجع قلب الملايين. حكاية النهاردة مش مجرد ملخص، دي درس في معنى الحياة. ويلا بينا نبدأ الفيلم. يبدأ الفيلم ببطلنا ويل، الشاب اللي مفيش حاجة وقفت قدامه، وسيم غني بيعشق المغامرة. ويل كان بيشوف العالم ده كله عبارة عن الملعب بتاعه. وفي يوم وهو نازل رايح شغله ما كانش يعرف إن حياته اللي يعرفها هتخلص في اللحظة. حادثة موتوسيكل بسيطة ما خدتش ثواني، بس كانت كفيلة إنها تحوله من نصف روتين لإنسان محبوس في جسم مش بيتحرك. شال الرباية، لا إيد بتتحرك ولا رجل ولا حتى قدرة إنه يمسك كوباية مية. على الناحية التانية خالص في بلد صغيرة وهادية بنقابل لو سكار أو لو، بنت مبهجة بزيادة، لبسها عبارة عن انفجار ألوان، مفيش أي حاجة بس في روح بتضحك. لو بنت بسيطة جدا، طموحها كان واقف عند الكافيه اللي شغالة فيه، بتحب الناس اللي بيجوا يشربوا قهوة عندها. لو هي العقل الوحيد لعيلتها، أبوها عاطل وأمها ست بيت وأختها عاوزة تكمل دراستها. فجأة الكافيه بيقفل ولو بتلاقي نفسها في الشارع. الضغط بيبقى رهيب، لازم تلاقي شغل فورا. بتروح مكتب العمل، بتلاقي وظيفة لشخص من الاحتياجات الخاصة. لو ما كانتش تعرف هي داخلة على ايه. بتروح القصر بتاع عيلة تنور، قصر ضخم كأنه طالع من عصور الوسطى، وبتقابل كاميليا. مبقتش تضحك، بتشغل لول سبب واحد بس، هي مش عاوزة ممرضة لأن في فعلا ممرض اسمه نسائي، هي عاوزة حد يرجع لابنها الروح اللي انطفت. أول مقابلة بين لو ويل كانت صدمة. ويل استقبلها بطريقة عادية، عمل نفسه بيطلع أصوات غريبة كأنه فاقد عقله عشان يخوفها. ولما لقاها اتخضت ضحك. ويل ما كانش بس مريض جسد، هو كان مريض نفسيا. من العكس، هو شايف ان حياته انتهت وان اي حد بيحاول يدخل في حياته هو شخص سيء بالنسبه له. لو كانت بتقضي ساعاتها معاه في صمت، هو باصص في الشباك على المطار وهي بتحاول تفتح كلام وتفشل. الموضوع كان ممل، ده كان إهانة. ويل كان بيعتمد يكسر مقادفها، بس لو كان وراه عيلة محتاجة فلوس فاستحمل. النقطة اللي غيرت مصير علاقتهم كانت لما لو قررت ما تبقاش الضحية. لما ويل اتضايق من لبسها ومن كلامها، ردت عليه بقوة وقالت له أنا هنا عشان شغلي وبس، وإني أنا في حالة صعبة وده ما يديوش الحق إن يكون قليل الذوق. هنا ويل بدأ يحترمها، بدأ يشوف إنها مش مجرد بنت قابلة بلبس ملون، دي إنسانة عندها كرامة. وبدأت الحواجز تقع. ويل بدأ يطلب منها تشغل أفلام، بدأوا يتناقشوا. هي كانت بتحكي له عن حياتها البسيطة وهو كان بيسمع بانبهار كأنه بيعيش من خلالها. ويل المثقف اللي سافر العالم لقى نفسه منجذب لبساطة البنت اللي ما خرجتش بره حدود بلدها. الهدوء ده ما كانش هيطول. لو بتسمع بالصدفة خناقة بين أم ويل وأبوها. ويل مش بس مكتئب، ويل مقدم على طلب انتحار في منظمة في سويسرا ادى لأهله 6 شهور بس. هو مش قادر يتقبل فكرة إنه يعيش نص حياة، مش قادر ينسى ويل القديم اللي كان بطل في كل حاجة. لو بتنهار، بتحس إن شغلها ملوش قيمة، كانت عاوزة تستقيل وتمشي، مش قادرة تشيل ذنب إنها بتعتني بشخص بيعيد أيامه الأخيرة. بس أختها بتقنعها بكل جراءة ليه ما تخليش 6 شهور دول هما السبب اللي يخلوه غير رأيه. ومن هنا بتبدأ المهم الحقيقي. هي مش بس ممرضة دلوقتي، هي محاربة بتحارب عشان تنقذ حياة إنسان من نفسه. قررت إنها تعمل له جدول سعيد، هتاخده لسباق خيل، حفلة موسيقية للرحلات. أول خروجة كانت هي سباق الخيل. لو كانت فاكرة إن الموضوع هيبقى سهل، بس الواقع كان الزحمة، نظرات الناس اللي فيها شفقة، الكرسي اللي غرس في الطينة. لو بدأت تفهم الموضوع بالبساطة دي، إن الأمل من الزرار بندوس عليه، بس هي ما منعتوش. بنشوف ويل يطلب منها يروح حفلة. لو بتلبس فستان أحمر يخطف القلب. ويل بيلبس بدلة شيك. في اللحظة دي هما داخلين القاعة، الناس ما كانتش بتبص على واحد مشهور، كان بيبص على 2 زي القمر. ويل في الليلة دي قال لها جملة واحدة: أنا مش عاوز أدخل البيت دلوقتي، أنا عاوز أفطر للراجل اللي خرج مع بنت لابسة فستان أحمر. ولو دقايق زيادة، هو كان عاوز يهرب من حقيقته، كان شايف في عيون لو الراجل اللي كان نفسه يفضل لها. بعد حفلة الموسيقى دي، ويل ولو ما بقوش مجرد مريض وممرضة، بقوا 2 بينهم لغة خاصة، لغة العين بتشرح اللي الكلام مش قادر يقوله. لو بدأت تحس إن فعلا بتنجح، إن الضحكة اللي بتطلع من النيل دي حقيقة مش مجرد مجاملة. بس في نفس الوقت كان في بطرك خطيب لو، بطرك شاب رياضي كل تفكيره في الماراثون وفي نفسه وفي الصراعات الحرارية اللي بيحرقها. كان شايف إن اهتمام لو بويل زيادة عن اللزوم، ما كانش فاهم إن لو مش بس بتاعت تعمل شغلها، دي بتنقذ روح. في عيد ميلاد لو
بطرك قدم هدية غالية، سلسلة عليها اسمها. الهدية بتبين إنه مش شايف غير نفسه. لكن لما جه دور ويل قدم هدية غريبة جدا، شراب تايجر أصفر في اسود. روز وهي صغيرة كانت بتحب الشراب ده وحكت لويل عنه في وسط الكلام. ويل افتكر التفاصيل الصغيرة، التفاصيل اللي أهلها نفسهم نسيوها. في اللحظة دي لو عرفت إن ويل هو أكتر حد في الدنيا فاهمها وشايفها بجد. نظرة بطرك وهو شايف فرحة لو بالشراب كانت نظرة واحد عارف إنه خسر مكانه في قلبها خلاص. ويل بيجيله دعوة الفرح ليسا خطيبته القديمة على صاحبه القديم اللي خان. تخيل الوجع إنك تروح تشوف حب عمرك اللي بتتجوز الشخص اللي كان المفروض يكون سندك وانت في حالتك دي. ويل في البداية رفض، بس لو أصرت قالت له احنا هنروح. وفعلا بيروحوا الفرح، ويل ببدلته الأنيقة ولو بفستانها اللي زي الورد. ويل بيطلب من لو إنها ترقص معاه. طبعا الناس كلها استغربت، هيرقص ازاي؟ المشهد ده كان عبارة عن سحر، العالم كله اختفى مبقاش فيه غيره. ويل ما كانش حاسس بالكرسي، كان حاسس بقلب لو اللي بيدق جنبه. في الليلة دي ويل اعترف لو بوجودها إن كان زمانه انتهى من زمان، بس رغم كل الحب ده ويل لسه جواه حاجة، هو عاوز ست تعيش حياتها. فجأة القدر بيدي له قلم على وشها عشان يفوقها. ويل بيجيله التهاب رئوي حاد، وده من أخطر الحاجات اللي ممكن تصيب مرض شلل الرباعي. لو بتعيش أيام مرعبة في المستشفى، بتشوف ويل وهو بيصارع الموت، تفهم إن حالته صعبة جدا وإن أي يوم بيعدي هو بخير هو معجزة في حد ذاته. لما ويل بيخاف بيروح لسويسرا 6 شهور قربوا يخلصوا. بتقرر إنها لازم تعمل الضرب، رحلة الأحلام، شط وبحر وشمس، عشان تكون دي الذكرى اللي تخليك تتمسك بالحياة. كان فوق الأرض وواجهة تحت الجبل، بيسافروا معاهم لسان الممرض عشان المساعدة. الأيام هناك كانت كلها حلم واعترافات الحب ما كانتش بتخلص. لو كانت في قمة سعادتها، كانت واثقة 100% إن ويل خلاص غير رأيه، إنه مستحيل يسيب الجمال ده كله، مستحيل يسيب الحب ده ويروح يموت برجله. آخر ليلة على الشط لو قررت تفتح الموضوع. قالت له بابتسامة احنا ممكن نفضل كده على طول، أنا هفضل جنبك، هنلف العالم وهخلي حياتك جنة. هنا الموسيقى بتهدى، نظرة ويل بتتحول من حب لأسف. ويل مسك إيديها وقال لها يا لو، الأيام اللي قضيتها معاكي كانت أجمل أيام حياتي، انت غيرتيني، رجعتيلي طعم الدنيا، بس أنا لسه عاوز أروح سويسرا. لو اتصدمت، صرخت فيه ليه؟ أنا مش كفاية؟ حبي ليك مش كفاية؟ ويل بيقول لها انت كفاية جدا، بس أنا مش كفاية لنفسي. أنا مش قادر أقبل إن أكون الشخص اللي بيبص ليك، مش قادر أقبل إن أكون السبب في إنك تحرمي نفسك من السفر، من الخروج، من إنك يكون لك أطفال عشان بس بتقعدي ترعيني. أنا بحبك يا لي، وعشان بحب مش هسمح ليكي تضحي بعمرك في سجن أنا محبوس فيه. لو سابته وجريت وهي بتعيط، حست إن كل اللي عملته راح على الأرض، حست إنها فشلت في مهمة إنقاذ أغلى إنسان عندها. الرجوع من ماتشوس ما كانش زي السفر ليها، السفر كان كله أمل وضحك، لكن الرجوع كان عامل زي كانت. لو قاعدة في الطيارة باصة من الشباك، مش قادرة تبص في عينيه، هي حاسة إنها فشلت. كلمة كانت بتنهش في قلبها، هي عملت كل حاجة، قدمت كل مشاعرها، فرشت له الأرض ورد، بس في الآخر ويل لسه متمسك بقراره. أول ما وصلوا لو ما كانتش قادرة تقعد في القصر تاني، سابت ويل من غير ولا كلمة، مشيت وهي بتبكي كأنها بتهرب من قدر مش قادرة تغيره. رجعت بيتها، دخلت أوضتها، وقفت على نفسها، ما كانتش عاوزة تشوف حد ولا تسمع حد. بطرك حاول يكلمها، بس هي كانت في عالم تاني خالص، عالم مفهوش غير صدى صوت ويل وهو بيقول لها أنا لسه عاوزة أروح سويسرا. في القصر الحالة ما كانتش أحسن. أماليا أم ويل كانت زي نهايتها بالحياة، هي كانت حاطة كل أملها في لو، كانت فاكرة إن البنت دي هي المعجزة اللي ربنا بعتها عشان تنقذ ابنها. لما عرفت إن ويل لسه عند قرار انكسر. أما الأب ستيفن كان بيحاول يكون متماسك، بس عينه كانت بتقول إنه بيموت في اليوم 1000 مرة وهو بيشوف ابنه بيودع الدنيا. لو قعدت في بيتها أيام لحد ما في يوم دخلت عليها ترين، كانت هي العقل المدبر. قالت لها لو انت عملت اللي عليكي واكتر، انت ما كنتيش ممرضة، انت كنت حياة كاملة بالنسبة لي. لو هو قرر يمشي يبقى لازم تكوني جنبه، ما تخلوش يمشي وهو فاكر انك زعلانة. لو خدت القرار اصعب في حياتها، قررت تسافر سويسرا، راحت القصر. من هناك سافرت المكان اللي ويل اختاره عشان ينهي فيه رحلته. المكان كان هادي جدا، هدوء كان غريب، مبنى بسيط بعيد عن الدوشة، جواه طبيعة غريبة، كل الموت هناك بيبقى سلام. دخلت له الأوضة على ويل، كان باين عليه التعب، بس أول ما شافها عينه لمعت. ما كانش عاوز يموت وهو وحيد، كان محتاج له تكون آخر حاجة يشوفها في الدنيا. قعدت جنبه، مسكت إيده، بدأوا يتكلموا، بس المرة دي ما كانش فيه عتاب، ما كانش فيه محاولات إقناع،
كان في قبول. ويل شكرها على كل ثانية ضحك فيها بسببها. قال لها إن ال6 شهور دول هم اللي خلوا حياته تستحق إن يكون عايش. لو بكت بس عيطت بهدوء، كانت بتبوس إيده وبتقوله إنها بتحبه وإنها هتفضل تحبه طول عمرها. في اللحظة ويل طلب منها تفتكر دايما إنها بنت استثنائية، إنها لازم تعيش حياة استثنائية تليق بقلبها. المشهد بينتهي بويل وبيغمض عينه بسلام وإيد له في إيده. ستارة بتنزل على حياة ويل بس بتبدأ حياة تانية خالص ليه. بعد كام شهر من وفاة ويل بنلاقي نفسنا في باريس، المدينة اللي ويل كان دايما بيحكي له عنها، عن كافيه معين كان بيحب يقعد فيه. له قاعدة هناك بتفتح جواب سابهولها ويل مع المحامي بتاعه. صوت ويل بيبدأ يطبطب كأنه قاعد معاها. عزيزتي لي، غالبا وانت بتقري الكلام ده هتكوني قاعدة في باريس على الكرسي اللي قلتلك عليه. هتلاقي في الظرف ده فلوس مش كتير يخليك، بس كفاية يخليك ما تعتمديش على حد، كفاية يخليكي تدرسي تسافري تفتحي لنفسك أبواب كانت مقفولة. يا لو عيشي بجراءة، متبقاليش بأقل ما تستحقيش. أنا عارف إنك زعلانة بس صدقيني ده كان الصح. أنا دلوقتي جزء منك، كل خطوة هتمشيها هتلاقي جواك هو مين. البسي الشراب التلج بتاعك وارفعي راسك فوق وعيشي حياتك عشان خاطري. لو بتقفل الجواب بتمسح دموعها تقوم تمشي في شوارع باريس وهي بتضحك للحياة. ما بقتش البنت اللي بتخاف من التغيير، بقت النسخة اللي ويل شافها قبل ما هي تشوفها في نفسها. الفيلم خلص بس الوجع والحنين مش بيخلصوا. فيلم ماي بورتفوليو مش مجرد قصة حب حزين، ده درس في حق الاختيار. هل من حق الإنسان ينهي حياته لو حاسس إن كرامته وجسده خانوه؟ الفيلم مش بيدينا إجابات بس خلانا نعيش في الصراع. ويل تونر ما كانش شخص أمين، هو كان شخص حر، والحرية ساعات بتبقى أسلح. هو اختار يمشي وهو في قمة حب ليه عشان ما يبقاش القيد اللي بيمنعه من الطريق. وهو ده قيمة الحب، إنك تسيب اللي بتحبه عشان مصلحته هو مش عشان مصلحتك أنت. أما لو هي بتمثلنا كلنا، إحنا اللي بنحاول نصلح اللي اتكسر، اللي بنتمسك بالأمل لآخر مخلوق. اتعلمت إن الحب مش بس امتلاك، الحب هو تأثير. ليه مات جسديا بس فضل عايش في كل قرار جديد له بتاخده، في كل فستان ملون بتلبسه، في كل خطوة بتمشيها بجراءة في الدنيا. اوعى تعيش نص الحياة، متخليش الخوف أو الظروف تحبسك فيها. الأرض واسعة وفرص كتير، والحياة مش بتتعاش مرة واحدة، بس خليها تستحق إن أنت عايش بجراءة زي ما ويل طلب من لو، ولا لسه مستني معجزة تحصل عشان تبدأ تعيش. في نهاية قصة ويل مش مجرد فيلم بنشوفه بنعيط عليه وخلاص، المراية بتورينا احنا بنشوف الحياة ازاي. ويل اختار الموت لأنه رفض يعيش حياة مكسورة، ولو اختارت الحياة لأنها شافت في ويل القوة اللي ما كانتش عارفاها في نفسها. ساعات بنقابل ناس في حياتنا مش عشان يكملوا معانا الطريق، لكن عشان يكونوا هما القوة، يكونوا هما البوصلة اللي بتعدل مسيرنا وتعرفنا احنا مين ممكن نعمل ايه. الحب الحقيقي يا جماعة مش هو اللي بيحبسك جنبه، بيساب لينا احنا درس ان كل يوم بنصحى فيه وهنتحرك ونتنفس هو نعمة محتاجة تتقدر. عيش بجراءة لأن الحياة أقصر بكتير من إننا نضيعها في الخوف أو نحن نرضي الناس مش شايفينها. لحد هنا وحكايتنا خلصت. قبل ما تقفل حابب أقولك كلمة من قلبي. الفيديو اللي شفته الدقايق ده وراه ساعات طويلة جدا من الشغل، قراية الفيلم وتحليل الشخصية كتابة السكريبت بيحاول يوصلك كل مشاعر الألم والفرح اللي في المونتاج، بيحاول يخليك تعيش جوه المشهد. احنا بنتعب جدا في القناة عشان نقدم لك ملخص مش بس بيحكي أحداث، لكن ملخص بيلمس روحك، بيخليك تخرج بفايدة أو بفكرة تغير يومك. دعمك لينا هو الوقود اللي بيخلينا نكمل. ضغطة منك على زر لايك أو كلمة حلوة في التعليقات أو حتى إنك تشارك الفيديو مع حد بتحبه تفرق معانا جدا، بتحسسنا إن تعبنا ما راحش على الأرض. لو لسه مشتركتش شرفنا بانضمامك لعائلتنا عشان ميفوتكش القصص اللي جاية. هنفضل نحفر ندور على أحلى الحكايات عشان نحكيها ليك بأسلوب اللي بتحبه. شكرا إنك وقتك معانا، شكرا لثقتك، خليك قريب.